أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة البارح السبت أن عدد التلاميذ اللي نجحوا في الباك ديال 2025 في الدورتين العادية والاستدراكية وصل 311,625 تلميذ وتلميذة في التعليم العمومي والخصوصي. الوزارة قالت أن نسبة النجاح الإجمالية بلغت 83.3%، وهذه النسبة نقصت شوية مقارنة مع العام اللي فات اللي كانت فيه 84.1%، يعني تراجع ب0.8 نقطة. في الدورة الاستدراكية نجحوا 59,918 بنسبة حضور مهمة وصلت ل 94.2%. وبالنسبة للمترشحين الأحرار عدد الناجحين في هذه الدورة كان 12,341 بنسبة حضور 61.3%، والعدد الإجمالي للناجحين في الدورتين من المترشحين الأحرار بلغ 38,484 بنسبة نجاح ديال 55.1%، وهي نسبة ناقصة شوية مقارنة مع 57.6% في 2024. الوزارة شكرت الأطر التعليمية والإدارية على المجهودات ديالهم وعلى الالتزام والنزاهة اللي دوزوا بها هذا الاستحقاق الوطني، وكذا شكرت الأسر، السلطات المحلية، الأمن، وسائل الإعلام اللي ساهموا في مرور الامتحانات في أحسن الظروف. مبروك للناجحين، وحد موفق للي ما جاش معه التوفيق هذا العام. تابعونا وخليوا آرائكم وتعليقاتكم، لأن رأيكم هو اللي كيقوي هذه الصفحة والقناة ديريكت بالدارجة. تهلاو.